هو كده، يا تشرب يا تقوم. مع السلامه. خلاص اقوم. اما غريبه قوي، الناس عايزه تقعد سفلقه. قول له لله يزنهم، الراجل يمكن يكون تعبان وجراح شويه. يا استاذ مرسي، يا استاذ مرسي، انا ورايا مصاريف، ولو فتحت القهوه مجاني هتخرب بيتي ومش هقدر اعيش. قال هتناقض بعض على الفلوس. يمكن هما اللي صح وانا اللي غلط، ولا ايه الحكايه؟ مش فاهم. ابويا جاي دلوقتي يقول لك القناعه كنز لا يفنى. الله. اقعد هنا يا مرسي واحنا مستنيينك في البيت. انت يا ابني عايز تعاند نصيبك ورزقك في الدنيا. ده القناعه كنز لا يفنى. وحياه النبي انا كنت عارف انك انت هتقولها. بصراحه الكلام معاك بقى يغم. انا مروح. لحقت تزعل وتحمرق يابا. يلا انا هقرف نفسي ليه؟ على النعمه انتوا عالم فقر، طول النهار نازلين شد في انفاس، لا انتوا حاسين بالعمر اللي بيعدي ولا هتبطلوا الانفاس. لو سمحت لو سمحت حضرتك 5 لو سمحت. ما تعرفش بيت الست النبويه بتاعت الزرع؟ هنا هو اخر بيت على الشمال في البدرون. طيب شكرا. انا بتهيألي شفت حضرتك قبل كده. وانت كمان شكلك مش غريب عليا. بتقعدي على قهوه بعرة؟ لا انا ما بقعدش على قهاوي. بتروح عند الحاج ربيع بتاع الكفته؟ انا ساعات بعدي من قدامه. ايوه افتكرتك، كليه الاداب جامعه القاهره، حتى بالاماره كنت مشهور بانك الصمام. سلوى. ايوه انت اسمك سلوى. ايوه فاكره لما غششك في الامتحان وكنت هروح اوامتك؟ صح فاكر. بس انت اتغيرت قوي. يعني ايه؟ بقيت حلوه ولا وحشه؟ وحشه ايه؟ ده انت كنت اجمل بنت في الجامعه. والله. قالوا انا عمال اقول لك شفتك على قهوه بعرة وعند ربيع بتاع الكباب، الواحد ذاكرته بقت نيله. انما ما قلتليش يا مرسي، انت دلوقتي بتشتغل ايه؟ انا بشتغل في التربيه والتعليم، مدرس تاريخ من تحتمس وطالع. تحتمس. انما انت اشتغلت ايه بعد ما اتخرجتي من الجامعه؟ يعني تقدر تقول برضه في التدريس. مدرسه؟ لا نظره. ما شاء الله ترقيتي بسرعه كده. انا اصلي عامله مدرسه خصوصي. تعرف يا مرسي فكرتني بايام الجامعه الحلوه. ابقى خلينا نشوفك. اجيلك النهارده؟ بس بعد الساعه 8 بالليل. انتوا بتشتغلوا بالليل؟ ما هو ده احسن وقت للتدريس. ياه، ده على كده الاولاد بيتعبوا قوي. انما الحصه عندكم برضو ساعه زي حصصنا؟ لا احنا عندنا الحصه حسب قوه التلميذ. اما تيجي هتشوف بنفسك.